قبل ما اقول اي كلمه مش عاوزه الستات تزعل مني في الحلقه دي. عارفين ليه الطلاق نسبته زادت الفتره الاخيره؟ عشان زي ما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت، اللي كنت بتكلم عن الراجل اتحول ل ATM في البيت، قلت لكم فيها ان مفيش حد فاهم الجواز صح. تلاقي الراجل من دول بيتجوز عشان يشبع رغباته، والست تتجوز عشان ما يتقالش عليها عانس، مع اني عندي تعقيب على كلمه عانس دي لان مش موجوده ولا في دين ولا في شرع. ما علينا، مش موضوعنا. الاتنين دول بقى لما يتجوزوا بياخدوا غرضهم من بعض، وبعد كده يقولوا مش لاعب، ما كناش فاكرين ان الجواز وجع دماغ كده. وتلاقي الزوج عاوز يطلق، وتلاقي الزوجة عايز تخلع جوزها. انا في الحلقة دي هركز على نقطة مهمة جدا، وفي نظري هي سبب اغلب الطلاق اللي بيحصل دلوقتي. النقطة دي هي العند، عند الزوجة وعدم طاعتها لزوجها. الست بطلت تقول حاضر، نعم، اللي انت شايفه يا حبيبي، بقت حاطة في دماغها ان الحياة ند بالند، وكأننا في حلبة مصارعة، لو سمعت كلامه ونخت تبقى خسرت الماتش. بصي، مش هقولك ان الدين بيقول ان طاعة الزوج من طاعة الرب، لا، انا هقولك ان طاعة الزوج من مقاومات انوثتك. ايوه، من مقاومات انوثتك. وخدي بقى التقيلة من نقط قوتك انت كأنثى، لان كل ما تنطحي الراجل كل ما تبقي زيه. في في مشكلة عاوز اخد رأيك فيها. خير؟ شعر صدرك اتأخر في الطلوع؟ بلاش شريعة وحياة ابوك. وهنعيش بعد كده في عالم رجالة في رجالة، والله تنفع اسم فيلم. وانا اقول لنفسي فين الستات الرقيقة بتاعت زمان، زي زبيدة ثروت ومريم فخر الدين وفاتن حمامة وغيرهم وغيرهم؟ راحوا فين الناس دي؟ ليه ما فيش أمثلة زيهم في الواقع دلوقتي؟ يا واد يا بنت، يا واد يا بنت. اتنين اتنين اتنين. افتكري دايما ان انت لازم تكوني أنثى، واي حاجة تيجي بعد كده. الخلاصة كلمة حاضر ونعم عمرها ما كانت ضعف منك، بالعكس، ده انت ممكن تاخدي عين جوزك لو انت بتطيعيه وبتريحيه. يا ستي اتفرجي على فيلم الحفيد وتعلمي من الفنانة الجميلة كريمة مختار الله يرحمها، وشوفي كانت بتعامل زوجها ازاي. يا سلام لو كل الستات تبقى كده. وما تسمعيش للستات اللي مسمين نفسهم سترونج وومن، لان من ساعة ما الفكرة دي انتشرت والطلاق نسبته زادت جدا بشكل يخوف. عارفين اللي مضيعنا؟ ان احنا ما بنلجأش للدين في كل امور حياتنا، وبنسمع للناس اللي زي دول. في ستات بقى جبابرة بتمنع طليقها من رؤية أبنائه، دول بقى هتكلم عنهم الحلقة اللي جاية، واستنوا نوال في حلقة جديدة.